كنت خارجة اشتري كيس شيبسي زي كل البني ادمين من عند البقال. قلت اتمشى دقيقتين كده، ما انا في الاجازة وما بخرجش بقى، قلت اتمشى دقيقتين كده ايه اغير جو. فجأة لمحت نور من بعيد جاي كده، ابص لقاهم قرايبي. يا نهار ابيض يا جماعة، استخبى منين؟ بقيت عاملة زي الحرامي اللي الكاميرا جابته من شارع ضلمة بجد. قلت اهرب، طب اروح فين؟ وهو مفيش حجة اقول لهم انا مستعجلة وانا ماسكة كيس الشيبسي في ايدي. ايه ده؟ ازيك يا طنط، عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه ده انت كبرتي كده امتى؟ سبحان الله يا طنط، ما هو الزمن بيعدي بقى. ده انا فاكره ايام لما كنت بتعيطي لما نعدي من جنب البلياتشو. شكرا يا طنط على الذكريات. ايه يا حبيبتي بقى، مش ناويه تطولي ولا ايه؟ حاضر يا طنط، المره الجايه وانا خارجه اشتري كيس شيبسي هبقى البس كعب. قولي لي بقى، انت بقيتي في سنه كام كليه؟ والله يا طنط انا داخله سنه تانية. طب مش ناويه تتجوزي بقى عشان نفرح بيكي؟ ده انا وانا كنت قد كده كنت متجوزه وعندي عيلين، بودي وحماده هما اللي جنبي دول. اهلا يخرب بيت اليوم اللي خرجت اشتري فيه كيس شيبسي. والله بتقولي حاجه يا حبيبتي؟ لا يا طنط والله انا كنت بقول بس اروح انا بقى عشان مستعجله، عشان ماما قالت لي ما تغيبيش. ايوه يا حبيبتي ومال، وماشي سلمي لي على ماما بقى. ماشي يا طنط، مع السلامه. والله انا غلطانه ان انا خرجت اشتري كيس شيبسي، وده مثال حي كل الناس بتتعرض له، او كل البنات بتتعرض له في الشارع تقريبا. الواحد بيبقى خارج يشتري حاجه، بيبقى لا مستعد للاسئله او مش مستعد لاي حاجه. هو خارج يشتري كيس شيبسي وهيخش البيت تاني. والله مش مستعد ان انا اقف اتسال كل الاسئله دي، ولا اكني بعمل لقاء في التلفزيون. الضغط اللي بيحصل في الاوقات دي مش بيبقى قليل، لان في ناس مش بتحب بطبيعتها كده، مش بتحب لا المفاجآت ولا الحاجات الغريبه اللي بتظهر فجاه دي، ولا بيبقى طايق الاسئله اللي ملهاش نهايه. مش عشان هو كئيب ولا مش اجتماعي ولا الكلام ده، لا خالص. ممكن يكون خارج وهو متضايق من البيت، ممكن يكون خارج يتمشى شويه علشان بيهرب من التفكير، بيهرب من حاجه مضايقاه. طبيعي مش دايما بيبقى فيه طاقه، تلاقي نفسك بقى خارج بيت لازم تجاوب على الاسئله، لازم تتكلم، لازم تعمل في ايه يا جماعه؟ وانا رئيس الوزراء ولا ايه؟ والحاجه الغريبه ان كل مره لازم بتتسال نفس الاسئله. طب غيروا جددوا يا جماعه شويه، تعبوا على نفسكم شويه في الحته دي شويه، معلش. طيب هل في حل؟ طبعا في حل، بس مش منك انت، من الناس اللي قريبه. لما تيجي تسال على حد اسال انت عامل ايه، كويس، سلم لي على ماما، سلم لي على بابا، وامشي في سلام لو سمحت. مش محتاجين ضغط، مش محتاجين ستريس اكتر من كده. محتاجين نتعلم لما نيجي نسال على حد او نيجي نسال على الناس ما نضغطهمش، ما نخليهمش يجاوبوا على اسئله او نفكرهم بطفولتهم من هم عندهم 3 سنين. في يا جماعه احنا ايه؟ في ايه؟ نسالهم من غير ما نغرقهم في الاستجواب، ونتكلم من غير ما نحاصر. نصيحه لكل حد هيقابلني في الشارع وباين عليا مش فاضيه او مش مركزه، مش لازم تعملي حفلة عليا، مش لازم تفتحي في سيرتي من اول سن 3 سنين. صدقيني احبك اكتر لو قلتيلي عاملين ايه وخدي بالك من نفسك وسبتيني ومشيتي، وسبتيني امشي في سلام من غير ما خلتيني اضطر ان انا اجاوب على اسئله ما كنتش مجهزه نفسي خالص والله ليها. انا بقى مش بكره قرايبي، لكن بكره ان انا اقابلهم في الشارع وانا مش مجهزه نفسي لكل الاسئله دي. انا بحب الناس بس دايما مش عندي شحن كفايه للمقابلات اللطيفه دي والحوارات التقيله الصراحه. يعني نخلينا خفاف شويه. لو بتقابلك مواقف زي دي غريبه كده اكتبيلي في التعليقات ايه اكتر سؤال غريب اتسالتيه في الشارع. متنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ويلا سلام مؤدب مش زي اللي في الشارع.